النهارده يا جماعه حلقه دسمه وقويه جدا، فيا ريت نركز مع بعض من اول ثانيه لاخر ثانيه. انا احمد محمود ودي قناه وسوسه مع احمد. ان شاء الله النهارده هنقول معلومه ممكن توفر عليكم فلوس كتيره قوي، وممكن تنقذ حياه ناس كتير. وانا متاكد ان المعلومه دي ممكن تكون صدمه لناس كتير قوي من الناس اللي بتتابعنا او مهتمه بالتغذيه عموما. فمعلش نركز ويعمل لنا اشتراك كده ولايك لو الفيديو عجبك. الساور كراوت، عشان كلمة ساور كراوت اتقالت بالانجلش كل الناس جريت عليها واعتبروها ترند، رغم ان هي اكلة مصرية وموجودة من ايام الفراعنة. بس عشان الخواجة هو اللي حط فيها اسمه وسماها ساور كراوت بقت تحفة، وبقت الناس كلها تجري عليها زي المجانين. وناس كتيرة قوي عملتها ترند وقالت يا جماعة ان دي حاجة فوق الوصف، وعملوا عليها كتب، والناس دلوقتي بتجري بره عشان تعمل عليها ابحاث. دلوقتي ناس كتير قوي بتعاني من جرثومة المعدة، ناس كتير قوي بتعاني من قلة التركيز وتعب مزمن، وعندها ستريس جامد. في ناس كمان عندها مشكلة في المعدة، في ناس عندها مشكلة في العظم، في ناس عندها مشكلة في التهابات المفاصل. كل الكلام ده بيعالجوا الساور كراوت. طب ايه هو الساور كراوت يا شيخ احمد؟ الساور كراوت ده اللي هو الكرنب المخلل. شفتوا بقى ازاي سهلة؟ كرنب المخلل بقى اسمه ساور كراوت. لما بقى اسمه ساور كراوت بقى حلو وجميل دلوقتي وكل الناس بتجري وراه. سبحان الله، مع اننا طول عمرنا بنعمله، وستي بتعمله وجدتي كانت بتعمله وامي كانت بتعمله، وكان بالنسبه لنا تحفه. لما بطلنا نعمله كلنا جالنا البلاوي دي كلها. فبعد اذنكم يا جماعه، الساور كراوت ده بيتعمل ازاي؟ الساور كراوت ده عباره عن مخلل العروق بتاعت الكرنب. سوري انا كانت جبنه بس ايه. سوري يا جماعه، بس انا في حد بس دخل معايا في الحوار كده. الساور كراوت ده اللي هو السيقان بتاعه الكرنب. الكرنب بعد ما بيتحشي السيقان بتاعته دي اللي هي بتبقى تخينه ما بتخشش في الحشو، دي كان زمان ستي كانت بتقطعها وتعملها مخلل. ده انا بس ايه، مش عايز اقول لكم الاسامي الحاجات البكتيريا المجعلصه اللي فيه دي، لانها اسامي بصراحه انا نفسي مش عارف اقطعها. بس هو بصراحه المفيد فيه ان لما بيتخمر او بيتعمل له تخليل بتطلع منه انواع بكتيريا. ممكن اقول لكم ان اكتر او اغلى كبسوله في العالم من المضادات الحيويه لا توازي معلقه من المخلل الكرنب. يعني عايز اقول لكم ان اقصى حبايه او كبسوله بتتباع في السوق بيقولوا ان هي فيها 5 مليون من البكتيريا النافعه. انا عايز اقول لكم ان معلقه واحده من الساور كراوت او المخلل ده بتوازي عدد سكان الارض كلها ضرب 30. يعني هي لا توازي، يعني اي اقوى حبايه من المضادات الحيويه اللي هي موجوده في السوق دلوقتي لا توازي معلقه واحده منه. في بكتيريا نافعه بتعالج جرثومه المعده، بكتيريا نافعه بتعمل اعاده تهدئه لموجات الدماغ، وبتزود هرمون الريلاكسيشن، او ان ما يحصلش ضغط عصبي او يبقى في ستريس على الجهاز العصبي والدماغ. فيها كمان مضادات اكسده ومضادات التهابات، فبتفيد جدا للناس اللي عندها مشاكل في الغضاريف والروماتويد. بتفيد كمان كبار السن، وهتفيدكم كمان في دخلة الشتاء للامراض اللي داخله اليومين دول، بالذات الادوار البرد الجديده والانفلونزا والكلام ده كله. فطبيعي دي حاجه مهمه جدا. فلازم في المخلل ده نزود بس معلقه سكر عشان تخليه مقرمش كده والناس ما يتهريش مننا، ونحط معاه فص ثوم عشان الثوم بيعتبر من اقوى مضادات الاكسده، فاحنا كده بنزود الفايده بتاعته. نزود كمان معاه معلقه شطه عشان الشطه فيها ماده الكابسايسين، وماده الكابسايسين دي مفيده جدا لتطهير المعده والامعاء. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت بتتابعنا من زمان حط لنا لايك، واشوفكم على خير دايما، ومع السلامه.